لا تطبيق التطبيق المائدة المستديرة. من أجل أن نغني هذه الأرضية ونغني الوثيقة كذلك المتضمنة في هذا الملف، الرفيقتين بالتأكيد ستكونان مع مستوى النهضة. الرفيقة سميرة بوحية عضوة اللجنة المركزية ومنسقة اللجنة المركزية لحقوق الطفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. الرفيقة سعاد البرهمة عضوة المكتب اللجنة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسقة لجنة المرأة بالجمعية. تقنيا من أجل أن نتحكم في الوقت سوف نمنح لكل رفيقة في مداخلتها 15 دقيقة مع وقت إضافي محصور تقريبا في حدود 5 دقائق. كذلك رفيقات الوفاق في إطار التفاعل مع مداخلتين الرفيقتين سيكون لهم حق التدخل، التساؤل، الإضافة، الاستفسار في حوالي 3 دقائق. إذا هذه أمور تقنية من أجل التحكم فقط في الوقت. المداخلة بالرفيقة سميرة بوحية غادي تحاول تعطينا صورة أو لغة على السياق في سياق تحديد مدونة الأسرة، كيف تفاعلت الجمعية مع هذا الحدث المهم، وصولا إلى مذكرة الجمعية. رفيقة سميرة تفضل. شكرا. تحية لرفيقات الوفاق. شكرا فرنجا على المساهمة ديالو الجيدة في يعني تسليط الضوء على هذا الملف اللي كنا كنتبعوا المستجدات ديالو على صعيد المغرب، واللي فيها واحد التجاذبات كبيرة جدا، فيها يعني آراء مختلفة، فيها المتحفظ وفيها الليبرالي وفيها المتطرف وفيها يعني كاع الانواع ديال اللي ممكن نفكروا فيها كاينه حسن دولة الأسرة. هذا ماشي غريب، لان دائما كل القضايا المتعلقه بحقوق النساء تثير هذا الجدل. هذا تعودنا عليه من منذ القدم، يعني ماشي جديد علينا، غير هو دابا مع المستجدات اللي كاينه، التطور التكنولوجي اللي كاين اخذ ابعادا متعدده شفناها وكنتابعوها يوميا، لدرجه انها وصلت للتكفير، وصلت لان تهديدات بالقتل، يعني كاع انواع التهديدات اللي ممكن نهضروا عليها، وكاع ممكن ديال يعني التبريرات اللي ممكن نجيبوها باش نسيدوا واحد الراي على الراي الاخر. بالنسبه لنا في الجمعيه يعني راينا كان منذ 2004 كان واضح جدا، لا غبار عليه، زعما باش نكونوا واضحين، لان الكل كيعرف ان مدونه الاسره يعني من 57 ولا عندنا داك القانون هذا ديال 57 الاعراف سائده، ولا على الاقل هذاك القانون اللي كان يعتبر انذاك هو مكسب ماشي يعني يرقى انذاك الطموحات، لان كنا خارجين يعني بين قوسين استقلال. المساهمه ديال النساء كانت كبيره جدا، ولكن بالمقابل ها هو كاين قانون ولكن لا يرقى الى طموحات النساء المغربيات، لانهم حتى هما شاركوا في تحرير البلاد وشاركوا في المقاومه وشاركوا يعني محطات كثيره اللي شاركت فيها المراه المغربيه، ولكن قضيتها بقيت على الرف دائما، ماشي وقتها، ماشي دابا حنا مزروبين، ماشي زعما ماشي شي حاجه اللي ذات رهينيه. في المقابل ان بصح ذات رهينيه ان كل دول الديمقراطيه او كل من يؤمن بحقوق الانسان كيقول لا ديمقراطيه بدون مساواه فعليه بين الجنسين. ما نكذبوش على راسنا ونقولوا ان راه كاينه ديمقراطيه وحنا ما عندناش مساواه بين الجنسين، دائما كنمشيو برجل ورجل ما كاملاش. اذا بالنسبه لينا كما قلت في الجمعيه كنعرفوا السياقات، يعني السياقات اللي جات فيها تعديلات ديال 93 كان واحد المد كبير ديال الحركه النسائيه اللي استطاعت انها تفرض الوجود ديالها وانها تجمع مليون توقيع. هذه ما كاينه حتى في دوله ديمقراطيه تتجمع 1,000,000 توقيع عاد ممكن نهضروا
نهضر معاك وندير انا تعديل في قانون اللي المفروض فيه انه اوتوماتيكيا دوله ديمقراطيه خصها يكون عندها قانون اللي كيلبي الاحتياجات ديال النساء ديالها. مليون توقيع كانت رتوش ضعيفه جدا على قانون الاحوال الشخصيه انذاك، وصدم ديك الحركه النسائيه لان ماشي هذاك المجهود كله اللي تبذل لاجل واحد الرتوش ضعيفه جدا ما مشاتش يعني ما مشاتش للعمق ديال المدونه. ملي سلام في 98 كانت الخطه، يعني بدا النقاش على الخطه، جات عاوتاني بواحد السياق ديال ان كانت حكومه التناوب، كان مالك ديك الساعات عاد خدا الحكم، بغى شويه يدير زعما البروباغندا ديال ان راه عهد جديد وان كاينه المساواه وكاين الديمقراطيه، خصنا مع المنتظم الدولي اننا نعطيو ديك الصوره الايجابيه ديال لان دائما الورقه ديال النساء كتكون لتبيض وجه المغرب دائما، يعني في المحطات كلها بدون استثناء، وحنا جايين كما قلت من الاول يعني مور الاستقلال في 93 في 98 في 99 جات الخطه ديال ادماج المراه في التنميه، وصولا الى اننا نخرجوا ترفعت شويه القدسيه ولات ديك مدونه الاسره، وهذا هو اللي كان المطلب ديال الحركه النسائيه والحركه الحقوقيه بالدرجه الاولى والاحزاب التقدميه، لان الاحزاب التقدميه بغينا ولا كرهنا انها هي اللي كتسبق انها لاثاره هذا الموضوع ديال حقوق النساء، زعما ما نكونوش كنكذبوا على راسنا، هما اللي سباقين ان هذا يعني الموضوع كيديروه وكيدافعوا عليه بكل ما اوتوا من قوه. اذا جات هذيك التعديلات او لا جات المدونه جديده، حيدنا الاحوال الشخصيه ولات عندنا مدونه ديال الاسره اللي كانت انذاك اعتبرت ثوره، لانها من جانب ان رفعت القدسيه على المدونه ولات كتناقش زعما سوا ديزون بين قوسين تناقشت، زعما تعرضات البرلمان وصافي، راه ما تناقشت ما شي حاجه، يعني راه جات كاينه المؤسسه الملكيه اللي كتحكم القضايا كل ديال النساء، لا مدونه الاسره لا الحق في الاجهاض لا كل شيء، عندها واحد المؤسسه هي اللي كتحكم فيها، يعني الحقوق المدنيه النساء كامله شادين عليها في واحد القوقعه ما خصهاش تخرج، وماشي الوغ هي راه شان عام المفروض انها تاخذ يعني المسار ديال كاع القوانين اللي كاينه، ما عندهاش خصوصيه، هي شان عام اللي المفروض ان الكل يساهم فيه ويساهم في مناقشه. هذه المره في 2004 كانت المدونه جات بواحد التعديلات اللي هي ايجابيه باش نكونوا موضوعيين ونكونوا زعما كناخذوا ان راه كانت واحد المجموعه ديال سميتو اللي كانت بصح اعتبرناها احنا في الجمعيه قلنا راه فيها ثغرات، وراه ماشي هي هذه المدونه اللي محتاجين، وراها ما غنزيدوش بها بزاف وغتولي كيخصها عاوتاني تعدل. وفعلا هذاك الشيء اللي كان الوغ كو زعما كاع الحركه النسائيه ولا هذا طبلوا قالوا هذه ثوره وانها المدونه كذا وكذا، ولكن بعد مرور واحد شويه الوقت تاكد المقوله ديالنا، وبعد مرور بزاف ديال الوقت تاكد بالملموس وبالواضح الموقف ديال الجمعيه انه كان صائب ابان ظهور هذيك المدونه. كان من بين النقط اللي كانت شويه عليها فيها الضوء هي واحد الماده 4 اللي قالت لنا مسؤوليه الاسره من صلاحيه الزوج والزوجه، وهذه كلشي كان كيظن انه راه هذاك العنوان الكبير راه ملي غنزيدو نتعمقوا راه كاين، الوغ كو لا، كانت غير بحال في شي فصل اللي كتغطي موراها الغابه الكثيفه اللي ما نخرجوش منها بالثغرات كامله. كان تحديد سن الزواج في 18 سنه وهذا كان ايجابي، ولكن عطيناه هنا وضربناه في الماده 20، لان قلنا حددناه في الماده 19 وضربناه في الماده 20 خليناها في يد القاضي. كاين حق الراشد انها تعقد الزواج ديالها بدون زعما ما يكون ولي الامر يكون ما كانش شحال هذه، وتا هذا هو زعما اللي مكتسب. وهذا المطلب هذا نضت عليه القيامه، ان تفسخ وان المجتمع ينهار وكاين وفعل، الوغ ما كان حتى حاجه، حنا باقيين غاديين زعما ماشي لا فان دو موند بهذيك الماده ديال الماده 25. كان حق داك الطلاق حتى هو تعطى واحد الفجوه للنساء، ولكن حتى هي كانت مشروطه لان ما كايناش المساواه في الولوج الى القضاء، وهذا اللي خلى واحد المجموعه عاوتاني ديال الثغرات في الطلاق، ولا طالب الطلاق
انها تكون كبيره بالنسبه للنساء المغربيات وكيعانيو منها بزاف. وكاين كان تنصيص على داك الشيء ديال الاموال المكتسبه رغم انها ما كايناش في العقد ديال الزواج، ولكن عندها الحق مثلا ان يكون شي مقرر او شي عقد خارج كيتبرم بين الزوجين. كان واحد داكشي ديال التعدد بين قوسين حاولوا التقنين ديالو، ولا كانت فيه تحايلات كثيره. اذا هذه من بين الايجابيات. وكذلك داكشي ديال ارث الاحفاد من جهه البنات كتستافد من الوصيه. هادو كلهم وكانوا حددوا حتى واحد الصندوق ديال النفقه باش يبت في القضايا الدعاوى الخاصه بالنفقه ما كيتستعملش بزاف. هادو من النقط اللي كانت ايجابيه. الثغرات اللي كانت غنسيتيها وذكرني عافاك بالوقت باش الثغرات اللي كانت بعد السياق اللي جا فيه التعديل ديال دابا 2022 في عيد العرش كان خطاب ديال الملك انه خاص تكون تعديل ديال المدونه. بقينا عام تقريبا عاد كنجيو وكنقولوا راه غنعدلوا المدونه. زعما عيط لرئيس الحكومه على اساس انه هذا هو الاختلاف اللي كاين بين المره الاخرى، لان كان هو اللي دار لجنه. هذه المره عيط رئيس الحكومه قال له دير لجنه، بطبيعه الحال راه يتشاور معاه دير لجنه حكا باش نكونوا بحال كنطبقوا ما جاء في الدستور اننا راه خدينا لا بروسيدور ديال القانون زعما عادي سوا ديزون، وراه عاد داز اترافيغ واحد اللجنه اللي كونها رئيس الحكومه. وهذا السياق قلت 2023 عاد كنقولوا لنا راه خصنا نديروا مدونه جديده. علاش؟ لان في 23 شهر 10 على ما اعتقد خرجت توصيات ديال لجنه سيداو، توصيات فيها 4 المواضيع اللي هي كبرى شي كيعرفها. هادشي ديال الحضانه، ديال تزويج القصيرات، اقتسام الممتلكات، والنسب بالنسبه للاطفال، يعني الامهات خارج اطار الزواج والامهات العزيزات. اذا هادو 4 القضايا. حتى هذيك السيده وتا هي بنت الحرام ما هضروش على التعدد، هضروا على هاد 4 وخلاو التعدد زعما خليونا عافاكم معكم عافا هاد 4 بركه. من بعد عاد نشوفوا عاوتاني التعدد شنو نديروا فيه. ملي يعني المغرب كان مضطر انه يدير تعديلات لانه كاين واحد التقرير نصف دوري خصو يقدموه في 2024 شهر 11. كاينه لجنه السيده خصو يعطيها تقرير كوم كوا ان التوصيات اللي عطيتيني راه انا درت بها تعديلات في مدونه الاسره. وهذا بان حتى في واحد الندوه كان دارها وزير العدل. يعني تمام هذا هو بغيت هو هذا كلها هو لوجيك باش زعما ما نكونوش كنحلموا بزاف. راه ماشي على سواد عيون الحركه النسائيه ولا الحقوقيه ولا اي واحد، ولكن بضغوطات جايه من لجنه السيده واللي كان عندها واحد الدور زعما هو من واحد الناحيه كنتمناو الحقوقيه، لان دائما كنا كنهضروا ولكن التعديل باش يبقى عام عاد يجي باش نزامنوه مع التقرير النصف الدوري اللي غيتقدم في 24. اذا هاد يعني هاد السياق هذا حنا عارفين كيفاش غيكون، لان في هذه الندوه ديال وزير العدل هما قبل كانوا وجدوا لها داروا واحد المناظره بدايه ديال 2023 يعني قبل انطلاق التعديلات. هذه المناظره كانت دائما باغا تحبس ولا تحصر النقاش في هاد 4 النقط، لان هذه هي التوصيات. والوزاره ديال التضامن كذلك كانت عيطات من بين اللي استدعت الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان وحطوا لنا هاد 4 ديال النقط للعمل عليها. الوغ حنا ما تبعناش العمليه، ولكن كان توجيه فيغ هاد 4 النقط انهم اللي خصنا نهضروا عليهم ونديروا فيهم تعديلات. من بعد فاش دارت هذيك اللجنه عاود كانت واحد اللقاء ديال وزير العدل مؤخرا شنو فيه بين من خلال السياق ومن خلال الهضره تراجع حتى على دوك 4 النقط، لانه ولات كتبان لهم الصعوبه ديال انهم كيفاش يزوجوا بين جوج ديال المرجعيات اللي هي المرجعيه الاسلاميه اللي كاينه والمرجعيه الدينيه والمرجعيه ديال حقوق الانسان اللي المغرب مصادق على اتفاقيه حقوق الطفل ومصادق على السيده. اذا هادو كيفاش غيديروا ليهم؟ وهي دائما ملي كنبغيو نخلطوا بجوج ديال الحوايج اللي ما هماش ما راكبينش غيعطيونا شي مسخ، عطاونا شي حاجه اللي ما راكباش اصلا. ما كنتمناوهاش، كنتمناو زعما نكونوا متفائلين تكون زعما شي تعديلات اللي حنا كنطمحوا ليها، لان سنين والنساء المغربيات كيناضلوا. اذا هذا هو السياق يعني بصفه عامه. الثغرات راه كنا كنعرفوا ان كاينه ثغرات كثيره اللي في مدونه الاسره،
وعلى راسها انا غنبدا بالترتيب. كاين الماده 16 اللي كتشرع عن تزويج الطفلات وكتشرع عن كذلك التعدد، وهذا وقفنا عليه وكاينه فيه قضايا كثيره اللي كيعانيو منها ومازال لحد الان هي بعد السياق ديالها علاش جات لتوثيق الزواج ديال عباد الله اللي كانوا حكا دوك الناس القدامين مزوجين بالفاتحه وعلى راسهم هذوك المحاربين وداك الشيء اللي كانوا في فرنسا. وهذا لا، الغريب في الامر انها دارت 5 سنين، زادت 5 سنين الاخرى وزادت 5 سنين الثالثه، وحد الان راه مازال ما تحبساتش، راه باقيين غاديين بها، كلشي كيستافد منها. ولكن عطاو واحد التفسير زعما مضحك، هو راه ان دوك دابا الناس ديال تيندوف عاوتاني خصنا نوثقوا لهم الزواج. خويا النساء ديال تيندوف وثقوا لهم باش ديناكمش حنا، ولكن ما تخليهاش هي عامه. راه باين هذاك اللي جاي من تيندوف ماشي بحال اللي في انفكو واخد 4 البنات صغيورات طفلات وكلهم والدات هما طفلات ووالدات اطفال. هذه الماده 16. كاينه الماده 19 اللي كاين التلاعب عليها، لان القاضي دائما كتبان ليه كيشوف على الهيئه ديال الطفله، ما كيشوفش ان راه خص يدار بحث اجتماعي وبحث طبي. وكاينه احصائيات اللي هي خطيره جدا على هذيك لا الامراض المتنقله جنسيا ولا هادشي ديال الكونسير، يعني هذوك اللي ما كيكونوا مازال ما مكتملاش النضج ديالهم راه كيكونوا معرضات اكثر لهذه الامراض هذه، وهذا خاصه هادشي ديال عنق الرحم. وهذا المواد الاخرى كاينه هادشي ديال ثبوت النسب، وحنا كنشوفوا ان دائما العلم مغيب في مدونات الاسره، وهي زعما في السياق نفسه ان منين جا دستور 2011 المفروض ان كانت مدونه الاسره تغير. علاش؟ لان المرجعيه ديالها تختلف مع مرجعيه الدستور كلها، ما عندها حتى علاقه بالدستور، ما عندهاش. المفروض كون كنا دوله ديمقراطيه كان خص ضروري اننا نغيروا انذاك، ماشي حتى نبقاو نهضروا ونعاود نهضروا نضالات وروينه، زعما عاد نديروا هاد التغييرات اللي كنتمناو انها تكون زعما فيها الضوء. لان البنيه ديال مدونه الاسره ما عمرها ما تغيرت، بنيه مبنيه على التمييز، بنيه مبنيه على الاقصاء، بنيه مبنيه على اللامساواه. ولكن كنبغيو نسوقوا ليها، كنديروا شي بونود ديك الرتوش بحال ما عرفت شنو كنخربقوا، بحال كنديروا عن انتقائيه باش نبينوا اننا حتى درنا تعديلات الوغ البنيه ديالها كامله. يعني راه الحقوق المدنيه كما قلت في الاول كلها مضروبه خاصه بالنساء، وهذا بعلاقتها بالقوانين الاخرى. الا شفنا مازال نقولوا المدونه في 2004 ولكن كاينه 113 ديال مناهضه العنف ضد النساء، راه كله ما محققش فيه المساواه، فيه التمييز كذلك. خلاص القانون الجنائي هذاك شارف مازال ما بغاوش، كل مره كيعطيونا طريف باغيين يبدلوه وكيعاودوا يتراجعوا عليه وكيعاودوا يحطوا عاوتاني حاجه اخرى باش يكبروه ويعزلوا كل سياق بوحدو حتى في داك زعما التماسك ديالو ما غيكونش متماسك وغيكونوا فيه ثغرات. ديال تشغيل الطفلات، العمال المنزليين كذلك، لان العمال المنزليين كيشرعا لتشغيل الطفلات وما كاينش محاسبه وما كاينش مراقبه وما كاينش امكانيه ديال اننا نتبعوا او ندخلوا للديور باش نشوفوا هذوك الطفلات شنو كيدوز عليهم، كنحرموهم من الدراسه ديالهم. اذا هذه منظومه، هذه ماشي شي حاجه معزوله، هذه يعني الحقوق المدنيه كلها هي منظومه مترابطه. ملي كتقيس هنا كتقيس هنا وكتقيس كاع في يعني القوانين الاخرى. اذا ذكرنا الربيع عاد النقطه اساس الزواج والولايه الحضانه. اذا هادو مازال عندي. اذا نزيد شويه هذا الشيء ديال تبغي نسمع زيدي شويه. الحاجه الاخرى اللي قلت انا هاد الروابط اللي كاينه يعني بين القوانين كامله. وكاين واحد القانون اخر اللي ما تردوش ليه حتى هو البال داخل الحقوق المدنيه، هو هذا الشيء ديال الاستفاده من الاراضي الجمهور، النساء السلالات. وهذا عاوتاني كارثه، لان البروباغندا اللي دارت ليه خطيره جدا، ان كاينه المساواه بين الجنسين الوغ كل المساواه ما تقالش نهائيا في ذاك القانون 62/17 ما مذكوراش هذيك المساواه، الكلمه ما مذكوراش. كيدير لك استفاده الذكور والاناث، هذه اللي كاينه في القانون كامل. مني كنرجعوا مثلا ان النساء السلاليه عندها الحق انها تكون نائبه ديال الجماعه ديال الجماعه السلاليه، الجماعه هذيك كيخصها قانون اخر. من 2017 لحد الان ما كايناش هذاك القانون، ما خرجش، لان حتى القوانين التنظيميه راه محدد
وهذا خطير جدا. اي حاجه كنربطها بقانون تنظيمي باش نبقى كندير اللي بغيت، ما عنديش شي حاجه اللي كنحتكم لها وتيخرج القانون التنظيمي. القانون التنظيمي ما يخرجش من 2017 حتى لدابا، راه 8 سنين مثلا في هادشي ديال الاراضي الجموع. هذاك العمال المنزليين المفروض انه قالوا واحد الفتره انتقاليه 5 سنين، راه فاتت 5 سنين ومازال ما كاين حتى شي حاجه فيه. اذا كما قلت ملي كنشوفوا كنديروا واحد الصوره القوانين كامله كتبان لنا نيت بصح ان الصوره باينه في كاع القوانين ان فيها الحيف. خلاص القانون الجنائي حدث ولا حرج، لان القانون الجنائي راه تيدير الميز تبين جوج النساء داخله، اللي مزوجه واللي غير متزوجه. اللي مزوجه راه في عنق راجل خص العقوبه تكون مشدده في حاله الاغتصاب، الوغ كل الاخرى ماشي مشكل لانها ما في عنق لا راجل لا والو. حنا كنخافوا على زعما على الهيبه وعلى الرجوله ديالو، خصنا نشدو. الوغ كل الاخرى ما عندها لا هيبه لا والو موراها، ماشي مشكل نعطيو حكم مخفف. حنا كنشوفوا الحالات اللي كاينه دابا. هادشي ديال العقوبات البديله، الحركه النسائيه ولا الحقوقيه كتطالب ان ما تكونش هذا مثلا العنف ولا الاغتصاب ولا الاستغلال الجنسي ما يكونش فيه عقوبات بديله، لان هذا خصو تشديد العقوبات. الوغ ما كايناش هذه العمليه هذه. اذا انا تنقول نضالنا حنا في الجمعيه كان واضح وباين، كانت مواقفنا واضحه وباينه ان هذيك المدونه غير صالحه وانها خصها تبدل. كنا راه فيها ثغرات كثيره اللي ممكن والتغيير شامل وجذري، ماشي اصلاح ولا تعديل ولا شي روتوش، راه حتى البنيه ديالها راه كاينه مصطلحات اللي اكل عليها الدهر وشارب. راه كاينه البناء، كاينه المتعه، هذه كلها حاطه من الكرامه ديال النساء. المفروض ان كل الاطفال الشرعيين وغير الشرعيين وكاننا معتفين. الوغ حنا راه موقعين على اتفاقيه حقوق الطفل اللي يعني خص المساواه بين الاطفال يا في اطار المؤسسه ديال الزواج او خارجها تكون سواسيه. ما كنعترفوش حنا بالعلم ما عندناش نهائيا. مازال كاينه احكام اللي فيها 99.99% بان هذاك الطفل ولد هذاك السيد، ولكن كيقول لك لا حنا عندنا الشرع الابن للفراش. عندنا ماده واحده اخرى اللي هي قانون وسط قانون اللي هي الماده 400 ما لم نجد فيه مواد في هذه المدونه اللجوء الى المذهب المالكي، وهذا كيتعتبر قانون داخل القانون. هذاك راه قلتي دوزتيه في زعما بين قوسين دوزتيه في البرلمان، ولكن هذاك المذهب المالكي فين دوزتيه؟ كيفاش واحد قانون دوزتيه في البرلمان والاخر مذهب وكتحتكم فيه وسط قانون؟ يعني واحد اللخبطه اللي كبيره اللي كنعيشوها مثلا على صعيد هاد القوانين اللي عندنا. غنحبس حد هنايا باش نسمع مزيان